هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهاردة جايبه لكم وصفة خرافية لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة. هتشلك كل البثور البيضاء اللي بتطلع لك تحت الجلد والدهون الزايدة اللي بتخلي المسام توسع في وشك. وصفة تحفة وبمكونين بس من البيت، وهتشوفي نتيجتها من أول مرة بالاستخدام. هتلاقي وشك نور. وطبعا المادة اللي هنستخدمها النهاردة دي بتشيل كل الدهون من البشرة، ومعجزة معجزة حرفيا للبشرة. انا هجيب هنا عندي حاجة عشان احط فيها المكونات. انا بستخدم الفخار عشان ما يتفاعلش مع حاجة، وهحط هنا معايا معلقتين من الترمس المطحون. الترمس ده بقى بجد خيال للبشرة، بيجدد حافز البشرة، بيعمل نضارة، بيخلي كده فيه لمعة، وبيدي تنوير كده وإضاءة للبشرة، بينفخ التجاعيد، بيشيل أي أكسدة في البشرة، بيوحد لون البشرة، كمان بيخليلك بشرتك نضرة كده وبتنور، وبينظف المسامات بعمق. تاني حاجة معايا النشا. وطبعا بقى مهما اتكلم عن النشا وفوائده انا مش هخلص. يعني النشا اصلا من الحاجات اللي بتدخل جوه التجاعيد وتفردها وبتدي كده تنويره. والعسل بقى اللي كانت اصلا هند رستم ما بتستخدموش غير على بشرتها، وكلنا عارفين جمال وحلاوه بشره هند رستم. كان سرها العسل. كانت بيه ماسك لوحدها. عسل النحل اصلا بيجدد خلايا البشره، وكمان بيدي نعومه كده وطراوه في البشره، تحسي ان بشرتك بتتنفس. واخر حاجه هستخدمها معايا في الوصفه ميه ورد. ميه الورد بتقلل اي حبوب شباب في البشره، وكمان بتستخدم ان هي بتقفلي المسام، يعني بديل للتونر. انا هعمل الميكس بتاعي، هخلطهم كلهم كويس مع بعض. انا حطيت يعني من كل حاجه معلقه، ما عدا ميه ما عدا ترمس المطحون حطيت معلقتين. صدقوني الترمس ده بجد هيخلي بشرتك حرفيا بشرة بيبي، ناعمة وطرية وحلوة ومنورة، وتحسي كده بيخش جوه الجلد كده ويغذي البشرة، وبيدي كده تنوير وإضاءة، وبيشيل الأكسدة. تحسي ان وشك كده منور. لو عندك حروق من الشمس أو سمار، كل ده هيشيله، لان هو اصلا بيبني حاجز البشرة اللي اتكسر من كتر البهدلة والفرهضة والشمس وطبعا التلوث اللي حوالينا في كل حتة. انا هعمل ايه بقى؟ اول حاجة طبعا هغسل وشي كويس جدا بغسول. انا بستخدم حاليا جارنيه اللي هو بيور اكشن. ده حلو قوي بالنسبة لي الفترة دي. انا هستخدمه علشان اقدر احط الماسك بقى على نظافة. بحط الغسول كويس، هغسل بيه بشرتي زي ما انتم شايفين. وانا بشرتي حاليا بعالجها من الحبوب اللي هي تحت الجلد ومن المسام الواسعه. وهقول لكم طبعا الفتره الجايه على الحاجات اللي بستعملها. فده من ضمن الروتين اللي انا ماشيه عليه الماسك ده. اول حاجه غسلت بشرتي كويس جدا، وبنشفها بمنديل، مش بنشفها بفوطه، بالطبطبه كده، علشان ما سببش ان يظهر لي تجاعيد. زي ما انتم شايفين بمنديل، علشان كده ايه الموضوع يبقى بلطف على البشرة بالطبطبة. تاني حاجة بعد كده هعملها ان انا هحط بقى الماسك على بشرتي. انا هسيبه لغاية ما ينشف خالص. يعني انا هفرده كويس جدا زي ما انتم شايفين، وهحاول ان انا اسيبه لغاية ما ينشف خالص على البشرة، وهشيله من على وشي بحركات دائرية بالفرك. هنا طبعا برضو بفرده بحركات دائرية، علشان ممكن استخدمه كسكراب، لان هو حبيباته بتبقى خشنة شوية، فاي جلد ميت في البشرة هيتشال. لان خلي بالك، هو اصلا الحبوب اللي تحت الجلد دي اتكونت نتيجة ان في دهون اتثبت على البشرة وجلد ميت، الاتنين قفلوا على المسام وعملوا لي الحبوب البيضاء اللي تحت البشرة اللي هي الصغيرة خالص. دي بقى طبعا بتبقى نتيجة ان احنا ممكن نكونوا اهملنا شوية في روتين البشرة بتاعنا، او ما استخدمناش ماسكات، او سيبنا الدهون، او نبنا بميك اب كذا مرة. كل ده بيعمل لي الحبوب البيضاء، او بيسبب اتساع للمسام، خصوصا للبشرة الدهنية والمختلطة، لان دي بتبقى عرضة اكتر للمسام الواسعة، لان فيها بتبقى نسبة الدهون عالية شوية. هنا بقى طبعا الماسك ده انا حطيته، هيبدأ بقى يشتغل على انه يشيل لي اي دهون من البشرة، اي اي حاجات مثلا مش نظيفة في المسام بتاعتي. وكمان هيبدأ ان هو يبني لي حاجز البشرة، اللي هو اصلا لما الروابط بتاعت حاجز البشرة دي بتبدأ تتفكك، هي دي اللي بتعمل لي التجاعيد.
هنا بقى بحاول افرك علشان اشيل الجلد الميت اللي ممكن يبوظ لي حاجز البشره، ومع الوقت يعمل لي تجاعيد. طبعا بس برفق، يعني بلاش نبقى ايه في عنف، لان انا كده ممكن انا اللي سبب التجاعيد. احنا عايزين نشيل الجلد الميت بس بالراحه خالص، حركات دائريه خفيفه، وبعد كده بتشطفيه بميه ساقعه. تمام. عايزه الاول نشطفه بميه دافيه ممكن، بعد كده في الاخر ميه ساقعه عشان نقفل المسام على نظافه. انا هنا شطفته بميه دافيه وبعديها ميه ساقعه، وبعد كده هحط ميه الورد. ميه الورد تحفه في انها تشيل اي انا بس خطوه ميه الورد ما بانتش عندكم هنا، دي خطوه الكريم المرطب. ميه الورد تحفه في ان هي بتشيل حبوب الشباب، وكمان بتقفلي المسام زيه زي اي تونر غالي. وبعد ميه الورد بتحطي على طول كريمك المرطب. هتشوفي بقى بشرتك ازاي جميله. شايفين البشره مترطبه، بتلمع من نظافه مش بتلمع من الدهون. البشره تحسوا فيها كده نضاره وحلوه ومترطبه وجميله ونقيه وصافيه. انا حاسه ببشرتي كده ان انا فيها طراوه ومبسوطه بيها. مع ان انا على فكره بعاني من المسام الواسعه، وبعاني من الحبوب زي ما قلت لكم اللي هي تحت الجلد. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. عايزه كل اللي جربها يقول لي في الكومنتات، واستنوني الفتره الجايه في روتين كامل البشره الدهنيه والبشره الجافه علشان نضيع المسام.